أما عرض الهلال السعودي الجبار فهو مرهون بوقت معين ومدة 10 أيام تقريبا من الآن فصاعدا، فالهلال بيضغط للغاية على ميسي لقبول عرضه، لدرجة أنهم بيجهزوا الاستقبال والمؤتمر الصحفي وكل شيء. يا رجل مش بس هيك، الهلال يسير في خطة استخدام ميسي وكأنه ما في منافس لهم في القصة. مش شايفين حد داعسين على سرعة 300 كيلومتر في الساعة، بس في تطور خطير صار مش بمصلحة الهلال. خلينا أذكره. الوفد السعودي الخاص بنادي الهلال المشرف على التفاوض مع ميسي تفاجأ برد ممثلي ميسي اللي قالوا انه ميسي رغبته الحالية هي تأجيل خطة الانتقال للسعودية الآن، وانه بفكر يعملها الا وصل الشيء في 2024. هذا الكلام خلى الوفد السعودي يوجه رسالة مبطنة لميسي مثلا انه في حال اذا ما اتممنا الصفقة الآن في هذا الميركاتو الصيف الجاري فإن عرض الصيف المقبل لن يكون متاحا بنفس المزايا التي يتمتع بها العرض الحالي. هذا كلام كبير. الآن احنا عارضين عليك 400 مليون يورو بالموسم، 10 أضعاف اللي معروض عليك من برشلونة تقريبا. تعال الآن، فلا نضمن شو راح يصير الموسم الجاي، ممكن نغير رأينا ما بتعرف. طيب بس هيك